وبركاته. اهلا وسهلا متتبعي الكرام. الاقتراح ديال اليوم صديقاتي هو طاجين ديال الفرخ بالفلافل. تيجي رائع، تيجي خطير، لذيذ 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 بواحد التعنيكه يا سلام. تيجي اروع مما يكون بواحد السر، واحد المكون اللي رائع. تنقترح عليكم كيف ما قلت لكم السمك الفرخ بواحد لاصوص ديال الفلفله اللي تتجي خطيره، واحد التعسيله كيف ما قلنا يا سلام. غادي نبقى معكم مع المقادير ومع هذا السر ديال هذا الكولي ديال الفلفله اللي اروع مما يكون. على بركه الله صديقاتي، تنحتاجو كيف ما تشوفوا معايا 500 غرام ديال السمك ديالنا ديال الفرخ، مغسول بطبيعه الحال جيدا ومنقي، وتنقطعوه قطع على هذا الشكل هذا، وتبقى على حسب الافراد مع واحد عصير نصف حامضه. كيف ما قلت لكم تيبقى على حسب الافراد. تنخليو حتى تينشف جيدا. تنحتاجو كيف ما تشوفوا معايا صديقاتي فلفل الوان، الفلفل الاحمر ضروري اللي تصنعوا به الكولي ديال الفلفله، تيجي خطير. تنحتاجو جوج ديال البطاطات، تنحتاجو كذلك بصله، تنحتاجو الابزار، الكركم، الملح والمعدنوس والقزبور، وربعه ديال الدروسه ديال الثوم. هادو هما المكونات اللي تنحتاجو لهاد الطويجين ديالنا. الاساس ديالو هو فلفله حمراء ونصف عصير حامضه وزيت الزيتون بطبيعه الحال. غادي نبدا معكم على بركه الله في التحضير ديال الكولي ديال الفلفله. اول حاجه تنديروها صديقاتي، تنغسلوا الفلفله ديالنا جيدا وتنشفوها وتنزولوا ليها الزريعه كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نقطع منها دوائر اللي غادي نطيب في الطاجين على هذا الشكل، وحده تقريبا. غادي نحيد الدوائر ديالها كيف ما قلت لكم. الكميه ديال البطاطس والبصل على حسب افراد الاسره، كان طاجين كبير راكم تتكثروا. كيف ما تشوفوا البنات غادي نحاول نقطع ديك الفلفله على هذا الشكل هذا. نقطع منها دوائر، والباقي غادي هو باش غادي نصنع الكولي ديال الفلفله اللي هو لاباس والاساس ديال هذا الطويجين هذا. طريقه سهله البنات، غادي تبقاو خطوه بخطوه وغادي تحصلوا كيف ما قلت لكم على طاجين من ألذ ما يكون ومن ألذ الطواجن اللي غتذوقوها. كيف ما شفتوا معايا. غادي ناخذ الميكسور او كاس ديال الخلاط الكهربائي، اي حاجه تتصاوبوا فيها لاصوص ديالكم. خديت الطويل، خديت كيف ما قلت لكم الميكسور، درت فيه ديك الفلفله. غادي نطحنها، مزيان حتى تطحن ليا جيدا. ثم غادي نضيف ليها التوابل، ملعقه، نصف ملعقه صغيره ديال البزار، وملعقه ديال الكركم، وربعه ديال الضروس ديال الثوم والملح. هاد الصوص هذه هي اللي غادي تكون كيف ما قلت لكم الاساس ديال الطويجين ديالنا. من بعد ما طحناها جيدا غادي نضيف عليها عصير نصف حامضه، وغادي نعاود نربطها تطحن مزيان. ثم غادي نضيف ليها كيف ما غادي تشوفوا معايا صديقاتي تقريبا واحد 3 ديال المعالق، 2 معالق معدنوس، ومعلقه ديال القزبر، ونصف كاس ديال زيت الزيتون. وغادي نطحنوا هذا الكولي جيدا، تنطحنوه مزيان مزيان مزيان. وفي هذا الاثناء الكولي ديالنا راه وجد ديال الفلفله. غادي نجيبوا السمك ديالنا ديال الفرخ، وغادي ناخذوه وغادي نشرملوه جيدا بهذا الكولي هذا، وغادي نخليوه تقريبا واحد الساعه حتى نصف ساعه على جنب حتى تيتشرب لينا بديك الشرموله. تقدروا البنات تبيتوا في هذه الشرموله هذا حتى الغد ليه، المهم تيبقى راجع لكم. انا غادي نوجدو تقريبا كل واحد ساعه الا ربع، ردوا على جنب على ما نوجد المكونات الاخرى ديال الطويجين ديالي. وحتى تقضي شي حاجه في الكوزينه على ما داك الحوت ديالك تيتشرب لك ديك الصوص. صافي في هذا الاثناء خليت السمك ديالي يتشرب لي بلا صوص، ودابا تندوز نحضر باقي المكونات كيف ما شفتوا معايا. خديت فلفله خضراء كذلك قطعتها دوائر، تقدروا ديروا فلفل الوان، فلفله صفراء وخضراء تيبقى راجع لكم. وكذلك هذا الطاجين هذا تيحتاج البطاطس، لانه الفرخ بالبطاطا اللي تتجي معسله ومعلكه نعمه لاله. كيف ما شفتوا معايا البنات خديت دوك
دوائر ديال جوج ديال البطاطات قطعتهم دوائر. كيف ما تنقول الكميه غتبقى على حسب الرغبه ديالكم وداكشي اللي تتفضلوا. من بعد ما قطعتهم كيف ما شفتوا على هذا الشكل، غادي ناخذ البصله ديالي وغادي نقطعها جوانح. وبالنسبه للبصله البنات ضروري ضروري، هذه نقطه مهمه لنجاح هذا الطويجين، انكم غادي تاخذوا ديك البصله وغادي ديروها على النار مع زيت الزيتون حتى تطيح، يعني حتى تذوب تماما. ومليحه تنبقى ندي فيها ونجيب في المقيله ديالي حتى يعني تتعسل وتتعلق وتذوب. كيف ما قلت لكم تنحتاجوا البصيله يعني متوسطه، ما تكونش صغيره. وغادي ندير زيت الزيتون كيف ما غادي تشوفوا معايا، واحد 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. غادي ندير ديك البصيله جوانح وغادي نردها على نار مهيله وانا تنحرك. ضروري البنات، وبالنسبه للبصله الا بغيتوها يعني تنزل لكم دغيا، ضروري غادي تغطيو عليها يعني تغطيو بشي مغطايه ديال هاد المقيله، تغطيو باش دغيا تتنزل لكم، يعني تيرجع ليها الصهد ديالها وتتنزل. صافي كيف ما شفتوا بصيله مع زبده الزيتون ومليحه تندي فيها وتجي حتى تتنزل على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو باش غنحضروا الطويجين ديالنا. بالنسبه للطاجين المغربي متوفر في اي بيت، تناخذوا الطويجين ديالنا تنحطوا فيه ديك البصله اللي عسلناها على هذا الشكل، وتناخذوا القطع ديال البطاطس على هذا الشكل كيف ما تشوفوا معايا. تنديروهم على شكل حلقات. راه ما تنحتاجوها البنات يعني لا توابل ولا حتى حاجه، لان السمك مشرب لينا بزيت الزيتون بالتوابل بداك الكولي ديال الفلفله، يعني راه هذيك الدغميره غادي تلذذ لينا كل شيء، يعني ما غاديش نحتاجو نزيدو التوابل. الملحه راه درنا قياسنا ديال الملحه ديجا يعني مع الكولي ديال الفلفله، كل شيء صاوبناه. من بعد ما ستفنا كيف ما شفتوا معايا السمك ديال الفرخ على هذا الشكل، درت فوقو ديك الصوص كامله، حاولت نصبها من فوق السمك، ما تديروهاش يعني في الجوانب فوق السمك. صافي خديت القطع ديال الفلفله شديتهم على هذا الشكل تنزين بهم، تيبقى التزيين على حسب الرغبه. على هذا الشكل تنبقاو يعني حتى تنعطي واحد الشكل جمالي للطويجين ديالنا. وفي هذه الاثناء هذه كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديال الطاجين. من بعد ما زيناه تناخذ تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء او 3 ديال المعالق، خديتهم شللت ديك يعني ديك الطاسه اللي كانت مرقده فيها السمك وصبيته على الطويجين من الجناب. بالنسبه للبنات هذه ملاحظه مهمه، الطاجين ديالنا ما تيحتاج ليناش الماء ابدا لانه تيطلق لينا الماء ديالو. كيف ما شفتوا خديت دوك دوك 3 ديال المعالق ديال الماء شللتهم درتهم بالجناب، غطيت على الطويجين ديالي مده يعني واحد نصف ساعه تنعري عليه تلقى على هذا الشكل، طلق ليا الماء ديالو. السمك ديالنا راه وجد معنا، غادي نعاود نغطي عليه حتى يتعلق ولنا عوده مع الشكل النهائي ديال الطاجين. كيف ما قلت لكم الطاجين ما تيحتاج اكثر من نصف ساعه، يعني نصف ساعه الماكسيموم، لان السمك دغيا تيكون واجد معنا، البطاطا تطيب دغيا والفلافل يعني ما تيحتاجش وقت كبير للطياب. ومن الاحسن البنات الا كنتو غادي ديروه على الباخر، انا غادي نديرو على البوطه على نار مهيله. من بعد ما مرات كيف ما شفتوا معايا واحد يعني نصف ساعه تنعريو على الطاجين ديالنا تلقاو رجع على هذا الشكل معلك البنات ولذيذ ومدغمر، شي حاجه رائعه جدا. لأول مرة تصادف قناتكم قناة شهوات الدار مع بشرى، نتمنى منكم أختي أو أخي تشتركوا معايا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد القناة. ودمتم في أمان الله وحفظه، ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. دمتم سالمين، مع السلامة.